ماتعة في وفد علماء فلسطين على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، والأستاذ الدكتور عبد العزيز الدباغ أستاذ البيئة في أمريكا، والأستاذ إبراهيم برهم مدير العلاقات في هيئة علماء فلسطين، والشيخ العلامة إحسان أوجاك أحد علماء تركيا، وكذلك الدكتور محمود سامي، والأستاذ الطيب المبارك عثمان أوغلو وهو أحد رجال أعمال. هذا الوفد انطلق في الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء أو الأربعاء باتجاه دولة المغرب المباركة على ضيافة الهيئة العالمية الدولية للإعمار في فلسطين وغزة. هذه الهيئة المباركة التي يقوم على إدارتها مجموعة من الدكاترة والمتخصصين والمهندسين، ولقد التقينا برئيسهم ونائب الرئيس أيضا، وكذلك المدير العام ومدير فرع المغرب، فوجدناهم نعم الإخوة ونعم الإداريين ونعم العلماء، ولا نزكي على الله أحدا. كانت الرحلة في 5 أيام، واشتملت لزيارة لجنة القدس في بيت الزكاة للمملكة المغربية، ولجنة القدس برعاية جلالة الملك محمد السادس مباشرة. ومن هنا أشكر هذه اللجنة المباركة على حسن استقبالها وإتاحة الفرصة لهيئة علماء فلسطين ولي شخصيا للاطلاع على ما تقوم به من خدمة للإسلام والمسلمين في داخل فلسطين. ولقد تشرفنا أيضا بالاستماع من داخل بيت المقدس على الجهود المقدمة من المملكة المغربية حكومة وشعبا، واستمعنا للجهود المبذولة والأموال التي صبت في منطقة غزة وفلسطين، بلغت بمجموعها في هاتين الجهتين فحسب لجنة القدس وكذلك المؤسسة الدولية لرعاية للبناء في فلسطين وغزة حوالي أكثر من 150 مليون دولار في فترة وجيزة. وإن تعجب فعجب كيف للمملكة المغربية يعني يحصل منها هذا التطبيع، وترى مقابل ذلك يعني شعب يرفض هذا التطبيع تماما، علماء وشعوب في جميع المستويات وجميع الطبقات. ولا شك أن مثل هذه الأعمال التي رأيناها من مظاهرات بلغت أكثر من 8,000 مظاهرة ضد الصهاينة المجرمين يدل دلالة قطعية أن حتى التطبيع مرفوض. إذن هذا الشعب
المبارك الطيب الذي ما رأينا منه إلا كل خير. نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا وأن يوفقهم أيضا للمزيد وأن يتخلصوا من هذا التطبيع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هكذا أحببت أن نقدم في درس هذا لما رأيت وسمعت، وأتقدم بالشكر الجزيل للشعب المغربي حكومة وشعبا. نعم، حكومة وشعبا. كما تشرفت مع شيخي الشيخ نواف تكروري بزيارة ضريح جلالة الملك الحسن الخامس، جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، وأخيه مولاي عبد الله، رحمهم الله جميعا وغفر لهم. كانت رحلة ماتعة حقيقة، التقينا بنخب علمية ومحاضرات وندوات، على رأسها فضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد المقرئ، وفضيلة الأستاذ الدكتور الوزير السابق الحبيب الشوباني، وإن أنسى فلا أنسى الدكتورة صباح التي أيضا استقبلتنا وأكرمتنا في مجلس علمي حضره النخب. أزيد وأكرر وأقول أسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يزيده استقرارا ورخاء ووفاء. درس اليوم مشاهدي الأكارم وحول العشر من ذي الحجة. درجت العادة أن العلماء والمشايخ يذكرون الآيات والأحاديث التي تدل على فضل هذه العشر، ولا شك أن الله تعالى يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول: ذكرهم بأيام الله، ويقول سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك أن التذكير بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، ولكن نريد الحقيقة حتى لا يمل الناس من هذا العرض والتذكير دائما بآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة تقليدية، نود أن يقوم المشايخ والعلماء والدعاة بطرق ابتكارية جديدة تذكرهم بفضل هذه الأيام. مثلا 3D ماكس ثلاثي الأبعاد يوضح حقيقة كثيرا من المعلومات عبر طرح علمي رصين. كذلك المشاهد الدراماتية التي تكون منضبطة بالضوابط الشرعية غالبا ما تكون مؤثرة. وهكذا مجموعة من الأفكار تطرح حتى يكون الإنسان مستعدا لاستقبال هذه العشر بروح عالية، لأنها فرصة قد تعود وقد لا تعود، وهذه الفرصة الثمينة جعلها الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقصر عمرها. أعمار أمة محمد قليلة، 60-70. اليوم الغافل لا يتنبه لهذا الموضوع، يكون مستغرقا في الشهوات، مستغرقا في الشبهات، ولا يتنبه أن أمامه موت وحساب وعقاب، وكل ما نبه يعرض عن ذلك، في حين أن القرآن يذكرنا ويحذر، يقول حكاية عن المجرمين: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الغفلة مصيبة يا أخواني،
ويا أخواتي، ربنا عز وجل يقول: ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. إذن نحتاج إلى ابتكارات في توعية الناس وتذكيرهم بالله عز وجل. ألا جزى الله خيرا كل من قدم شيئا جديدا لهذه الساحة الدعوية، الساحة الحركية. بلا شك هناك طرق جديدة رأيناها، مثل البودكاست الذي يحكي تجارب الآخرين، جعل الله له القبول، وكذلك المقاطع القصيرة التي تكون مؤثرة جعل الله لها القبول. قبل حوالي تقريبا ربما 10 سنوات عرضت على فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ مشروعا جديدا حول عرض أهوال يوم القيامة بما ورد في الكتاب والسنة، وبما تعرضه اللغة العربية، أن يتم عرض هذا الموضوع من خلال الكتاب والسنة عبر شاشات التلفاز أو عبر 3D ماكس ثلاثي الأبعاد. وشرحت بمعاليه باختصار، ولم أتمكن من عرض الموضوع في وقت كبير لانشغاله حفظه الله ورعاه. فكان جوابه أن يكتبوا وندرس الموضوع في وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عندما كان وزيرا لشؤون الأوقاف. كانت الفكرة أن نعرض كيف يخرج الإنسان من قبره ويتجه باتجاه أرض المحشر، ثم كيف يقف عند الميزان وعند مروره في الصراط، وكذلك دخوله إلى الجنة، ونمر والعياذ بالله إلى النار. كل ذلك يتم رسمه عبر 3D ماكس ثلاثي الأبعاد. وقد حذرني من ذلك مجموعة من العلماء وقالوا هذه أمور غيبية لا يجوز للإنسان أن يتحدث عنها، وإنما عليه أن يسلم لله عز وجل بها. فكنت أقول لهم: أليست هذه المعلومات قد وردتنا باللغة العربية؟ وأليس أنتم إذا قرأتم في كتاب الله وسنة رسوله هذه الأحداث تخيلتموها في مخيلتكم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أرى أهل الجنة في الجنة وأرى أهل النار في النار. فقال: الزم، إنما ذاك صريح الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان الهدف أن اللغة العربية التي تصف الجنة وصفا دقيقا كان بالإمكان رسم هذا الوصف، وكذلك والعياذ بالله اللغة العربية التي تصف النار وصفا دقيقا بالإمكان أيضا رسمه. وأيضا عرصات يوم القيامة ثمة هناك لا يمكن تخيله، كرسم الملائكة مثلا، لأنهم خلق غيب فلا تستطيع أن ترسمه. وحتى الوصف الذي جاء في السنة النبوية بأنهم خلقوا من نور فلا يمكن تصوره حقيقة، لكن بقية الأمور معظمها يمكن تصوره. ولذلك جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا أنت تعيشه بمخيلتك. على كل حال لا أريد أن أطيل في هذا، هي كانت خاطرة أحببت أن أطرحها بين يديكم. نعم، اليوم جاء الشات جي بي تي، الذكاء الاصطناعي، ليرسم لنا الجنة ويرسم لنا النار
من خلال نصوص الكتاب والسنة، وأنتم قد تكونوا رأيتم ذلك في المقاطع التي نشرت في اليوتيوب وغيره، رسما عجيبا بحسب ما توصل إليه شات جي بي تي من المعلومات. وهكذا حقيقة كان المفروض شركات الدراما الكبرى تتولى هذا الأمر حتى تدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، فشعوب بالملايين بل بالمليارات لم يصلها الإسلام كما ينبغي. هناك قصور كبير في هذا المجال، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا سخطه وغضبه. لذلك يعني أوجه كلمة هذه لمن وسع الله عليه من المليارات والثراء الكبير أن نفكر في هذا جيدا. وكم كنت أتمنى أن يرزقني الله مالا فأعين مجموعة من التقنيين، ومجموعة من أهل الحديث، ومجموعة من أهل التاريخ، مجموعة من أهل اللغة العربية، ومجموعة أيضا من الأدباء ومن الكتاب ومن الروائيين، ومجموعة أخرى من الإداريين، فأقيم مركزا بحثيا من أجل إخراج منتجات جديدة تبين عظمة هذا الدين. نعم، أنا لا أستهين حقيقة بالكتب وبالتراث العظيم الذي تركه لنا علماؤنا رحمهم الله، لكن نحتاج إلى ابتكار جديد، نحتاج إلى طرح جديد، نحتاج إلى دغدغة العواطف كما يقولون بعض المعبرين والفصحاء حتى تعود القلوب إلى ربها. ولا نيأس من روح الله، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كلمة هذه حول حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها بعد حجرته عليه الصلاة والسلام، وهي الوحيدة بعد الهجرة. ما قبل الهجرة حج حجتين صلى الله عليه وسلم مع قومه على منهج أبينا إبراهيم عليه السلام، فكان قد حج النبي عليه السلام كما في صحيح مسلم. أما بعد هجرته فلم يحج إلا هذه الحجة الوحيدة التي تسمى بحجة الوداع. هذه الحجة تواترت الأحاديث والآثار عن نقلها بالتفصيل منذ أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن عاد إلى بيته عليه السلام. كم هو جميل أن تصحب العلماء والمشايخ والدعاة فتستفيد من علم هذا ومن نشاط هذا ومن سمت هذا. ومن تشرف بصحبة الشيخ ابن باز أو الشيخ العلامة القرضاوي فإنه يدرك هذا تماما. سبحان الله، في بعض الأثر أن علماء هذه الأمة هم بمثابة الأنبياء، فإن صح هذا الحديث فوالله معناه صحيح. نعم، فكيف بك لو أنت رشحوك لأن تكون عضوا في وفد عظيم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رشحوك لهذه الرحلة الطيبة المباركة حتى تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأنس بهديه وصمته وتتعلم وتنزل عليك البركات والرحمات من الله ويشملك هذا الخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ المرء مع من أحب. لذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين في المدينة المنورة لم يحج، وفي السنة 10 أشاع بين الناس أنه حاج هذا العام.
فانتشر الخبر على وسائل الأنباء في ذلك الوقت، الأشعار والأبيات والرسل وغيرها، حول القبائل التي تعيش قرب المدينة المنورة، يعني بعضها على مسافات أيضا. فأشاع بين الناس، فتجهز الناس لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الماتعة. في يوم 24 من ذي القعدة، وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وكان قبل ذلك قد اغتسل وتطيب ولبس إزارين رداء وإزارا نظيفين، ثم تطيب فانطلق بعد أن ركب راحلته القصواء في وضع ورث متواضع باتجاه ذي الحليفة، وذو الحليفة هو يسمى اليوم أبيار علي، ويبعد من المسجد النبوي مسافة 12 كيلو. وذو الحليفة هذا يقال أن علي بن أبي طالب قاتل الجن فيه، وهو كذب ليس بصحيح. ذو الحليفة ميقات يقع على وادي العقيق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان بعد صلاة الظهر، ومكث فيه، فصلى العصر في وقته والمغرب في وقتها والعشاء أيضا في وقتها، ثم بات ليلته تلك. وكان عليه الصلاة والسلام قد اصطحب معه جميع نسائه 9، كلهن حججن معه صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الليلة طاف عليهن جميعا. ومعنى طاف عليهن، وهذا من الأسلوب العربي الأديب الأريب الذي فيه فصاحة وفيه أدب أيضا، وهو كناية عن الجماع، أنه جامعهن صلى الله عليه وسلم. وهذا الجماع في هذا الوقت مهم، لأنه عليه السلام سيتجه إلى بيت الله الحرام، وأعظم محظوراته الجماع، وهو يسن لأمته صلى الله عليه وسلم هذا العمل حتى يفرغ الإنسان من حاجته تجاه أهله تماما ويستعد للطاعة، فلا تغريه زوجته لا بجمالها ولا بنسق جسدها، لأنه قد دخل في النسك، ويكون أيضا قد شبع من ذلك. طاف عليهن صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة 9 نسوة. تخيل أنت هذه القوة التي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل فينا إذا قضى وطره من زوجته مرة واحدة يبحث عن النوم فورا، لا يستطيع أن يكمل لا مرة ثانية ولا ثالثة، إلا من رحم الله وقليل ما هم. لكن أن يقوم بالجماع في ليلة واحدة 9 مرات، هذه والله قوة، وهذا يدلك على منتهى القوة التي حظي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوة الجسد وقوة العلم وقوة الفكر وقوة الخلق وقوة الجمال. يا سلام، كمله الله عز وجل، كما يقول أحد الشعراء أظنه حسان: كأنما خلقت كما تشاء. لا أحفظ البيت الأول. المهم، باتت تلك الليلة وقد طاف على زوجاته جميعا وأرضاهن وطيب خاطرهن، ثم أصبح الصبح فصلى الصبح في وقتها،
ثم مكث ينتظر الناس حتى إذا جاء وقت صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم طيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بطيب ووضعته في مفرق رأسه، فكانت ترى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب من عند رأسه صلى الله عليه وسلم، فأحرم عليه الصلاة والسلام ولم يغسل ذلك الطيب. ولا شك أن أهل العلم والفضل أخذوا من هذا فوائد فقهية كبيرة جدا، في أنه يجوز للإنسان أن يتطيب قبل أن يحرم، ولكن لا يمس الطيب إزاره ورداءه، وإنما يمس الطيب الجسد. فإذا وقع الطيب على الإحرام بغير قصد فلا حرج، لكن أن يتعمد أن يضع الطيب على الإحرام يجب غسله، كما هو مقرر في كتب الفقه. وليس حديثنا اليوم في عرض مسائل الفقه، إنما نحن نستمتع برحلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة. بات عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر، طيبته عائشة، انطلق وركب ناقته القصواء باتجاه مكة المكرمة. والطريق في ذلك معروف، بين طريق القوافل التي كانت تسلكه القوافل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك، فهو معروف لوجود محطات المياه والآبار، ولوجود أيضا بعض القرى والمدن التي تبيع بعض الأغراض، فجعلها الله عز وجل محطات يستريح منها الإنسان. هذه المحطات مر عليها صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما تحرك عليه الصلاة والسلام باتجاه ذي الحليفة، من ذي الحليفة باتجاه مكة، نزل عليه ملك، والآثار لم تذكر هذا الملك من هو، هو جبريل عليه السلام أو ملك آخر، الله أعلم، لكن غالبا هو جبريل، هذا من عندي. فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. والوادي هذا وادي العقيق، وهو من أعظم أودية المدينة المنورة، وهو واد مبارك كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل مبارك أي كثير البركة وكثير الخير، ولا ندري عمق بركته، هل لوجود ملائكة ثم، أو لأنه يعني يفيض على أهل المدينة بالماء والخير. على كل حال الله أعلم مستوى بركته إلى أين تصل، لكن هذه سنة مفقودة، أن كثيرا من الناس لا يصلون في هذا الوادي. نعم، أعني وادي العقيق، إلا إذا كانوا يعتبرون أن ذا الحليفة هو من وادي العقيق، وبالتالي يصلون الركعتين بعد الإحرام بهذه النية، فقد يكون ذلك قويا. لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قليلا وخرج من ذي الحليفة، وفي الطريق صلى في الوادي المبارك. أتمنى من شركات الحج والعمرة أن يحيوا هذه السنة، فيتقدمون قليلا من ذي الحليفة ويجنبون يعني في الطريق، ويتيحون الفرصة للصلاة للحجيج. صار عليه الصلاة والسلام، أو سار من السير حتى نزل عليه جبريل، وكان عليه الصلاة والسلام قد لبى بحج وعمرة، وكانت تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك. نلاحظ أن هذا كان يوم الأحد، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يوم السبت وانطلق يوم الأحد في 25 من ذي القعدة، ويعني استعدادا للدخول في 10 من ذي الحجة. وهذه أيضا من السنة أن من أراد أن يحج يتجهز بوقت كافي حتى لا يتراكم عليه الوقت فلا يتمكن من أداء المناسك على الراحة والسعة. نزل جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك فصلى، ثم نزل عليه جبريل أيضا وقال له مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذه هي السنة، أن الإنسان يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فبدأوا يلبون بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يلبي بألفاظ أخرى، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وثبت هو عليه الصلاة والسلام على تلبيته. يذكر جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عدد الحجاج في هذه الرحلة المباركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر في صحيح مسلم: فنظرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القوافل مد البصر عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وبين يديه. وهذا يعني أن عدد الحجاج كثير جدا. إذا قلنا أن مد البصر نظرة البصر للإنسان العادي الذي ليس قوي البصر كالصقر مثلا ولا ضعيف، الوسط المتوسط، ينظر كما قيل مسافة 1 كيلومتر إلى 2 كيلومتر، وبعضهم أوصلها إلى 10 كيلومتر. ممكن أن ينظر الإنسان مد البصر إلى مسافة 10 كيلومترات. ولو قلنا نحن في 10 كيلومترات هذه كم ممكن عدد الحجاج؟ يعني خمن بعض المؤرخين أنه ممكن أن يكون 10,000 حاج من كل جهة، من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن اليسار. معناه النبي عليه السلام في مركز قطري حوله حوالي 40,000 حاج، كلهم يأتمون به ويستنون بسنته ويهتدون بهديه ويستمتعون برؤية هذا الوجه الجميل صلى الله عليه وسلم. وانطلق عليه الصلاة والسلام وانطلق الصحابة وهم يلبون والنبي عليه الصلاة والسلام معهم والقرآن ينزل عليه، كما عبر بذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سار الركب حتى وصل منطقة تسمى بالملل، وادي ملل، وهو يبعد عن المدينة 33 كيلومتر. وسميت هذه المنطقة بملل لأن فيها وادي ملل، وهو موجود حتى الآن. فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، ثم سار حتى نزل بشرف السيالة. السيالة أيضا تبعد 54 كيلومتر عن المدينة. تعشى بها صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح بعرق الظبية على بعد 68 كيلومتر. السيالة كسحابة واد معروف وفيه قرية تبعد كما قلت لكم عن المدينة 29 ميلا، أي حوالي 54 كيلومتر كما ذكرنا، وهي أرض يطأها الحجاج والقوافل ذهابا وإيابا.
ويمكنكم مراجعة كتاب الوفاء في أخبار المصطفى في دار المصطفى، أو الوفاء في أخبار دار المصطفى للإمام السمهودي، تحدث بهذا عن عمق. واستمر الموكب النبوي الشريف في سيره حتى وصل منطقة تسمى بالروحاء، وهذه المنطقة تبعد عن المدينة المنورة 71 كيلومتر. وهنا حدثت قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وجدوا حمارا وحشيا قد تم صيده، فسأل عن ذلك فقالوا إنه لرجل يسمى البهزي. وحضر الرجل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: دونكه يا رسول الله، يعني أعطاه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يوزعه بين الناس. لماذا؟ لأن هذا الحمار الوحشي لم يصد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صاد هذا الرجل هذا الحمار لنفسه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قدم له هذه الذبيحة كما يقولون إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه السلام أبا بكر ليبين جواز طعام إذا قدم للرجل من صيد لم يصد من أجله. وهذه القصة ليست قصة الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه في حديث أبي قتادة، تختلف تماما وستأتي معنا إن بارك الله لنا في الوقت قد أزف. فأمر النبي عليه السلام فوزع طعام على الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم سار قليلا صلى الله عليه وسلم بمر الظبية، هي قريبة من الروحاء، ووجد أن ظبيا قد ضرب بسهم، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الظبي قد صيد من أجله، فأمر أحدهم أن يقف على هذا الظبي حتى لا يأكله الصحابة رضوان الله عليهم. ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منطقة تسمى بالأثاية. والأثاية أيضا منطقة تبعد عن المدينة المنورة، وقريبا منها هذه المدينة قريبا منها يعني منطقة تسمى بالعرج. العرج منطقة تبعد عن المدينة المنورة 145 كيلومتر، ووصل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعبا يريد أن يأخذ راحته، فأناخ براحلته، وجلست بجواره السيدة أم المؤمنين عائشة، وجلست أسماء بجوار أبيها أبي بكر، وكانوا ينتظرون زمالتهم. ومعنى الزمالة أي متاع المسافر، وكان في جمل لأبي بكر سلمه لغلامه، وحضر الغلام وليس معه الجمل، فقال له أبو بكر: أين الجمل التي فيه زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيه زمالة رسول الله؟ فقال الغلام: أضللته. فغضب أبو بكر، قال له: جملا واحدا تضله؟ المشكلة أن فيه طعام النبي عليه السلام وشرابه والزاد، يعني موقف صراحة صعب يجعلك تغضب. فقام أبو بكر بضرب الغلام: كيف تفعل هكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول منكرا على أبي بكر: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. يعني كأنه يقول له: يا أبا بكر إنك محرم،
وقدر الله حصل أن الجمل قد ضاع، فلا تنقص من أجرك. بوب الإمام أبو داود لهذا الحديث باب تأديب الرجل غلامه، مع أن النبي عليه السلام أنكر على أبي بكر هذا الفعل، ولكن هذا الرجل أيضا الغلام يعني أضاع شيئا مهما. فالمهم تسامع الخبر الصحابة أن النبي عليه السلام ليس معه زاد، وأن زاده قد تأخر. ف, ف يعني تعرفون كرم الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا الذي يأتي بحيث، وهذا الذي يأتي بالسمن، وهذا الذي يأتي بالتمر، وتسابق الناس. يا ليتني كنت معه حتى أقدم شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت معه. الله. فتجمع طعاما كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، هذا الطعام قد أتى به الله، هون على نفسك، تعال فأصب منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء أبو بكر وأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيضا يا إخواني إلى جلوس المرأة الصالحة بجوار زوجها. نعاني اليوم في كثير من البيوت عدم يعني إظهار المرأة أنوثتها لزوجها، إلا من رحم الله. فإذا جلس مجلسا هي تجلس في مكان بعيد، يكون بينها وبينه مسافات، وكأنه أجنبي عنها، وهذا مع الأسف والله مر. يا أختي أنت زوجة وهذا زوجك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ورأيتم من بعضكم ما لا يراه أحد، فإذا جلس كوني بجواره وتحنني إليه، وطبقي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أمهات المؤمنين كيف يعني يقمن بالحنان تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلست أم المؤمنين بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا مثل ذلك. بلاش البعد، بلاش الجفاء، بلاش هو هناك وأنا هناك، بلاش أي طريقة يا أخوات، بلاش. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام بمنطقة العرج واستمر السير. سأتوقف ها هنا. قبل أن أتوقف أذكر لكم قصة حدثت أيضا في حجة الوداع، لما سار النبي عليه الصلاة والسلام بزوجاته، وكان من ضمنهم طبعا صفية بنت حيي بن أخطب، برك جملها كأنه تعب أو أصابه شيء، رغم أن كانت هي من أحسنهن مركبا، لكن حصل تعطل، كما أن السيارات تتعطل والباصات تتعطل، ويحصل أيضا يعني سبحان الله الراديترات يعني تسخن، ويحصل عطل حتى من أفخم السيارات في الطريق. رأينا هذا وعشنا لأكثر من 30 سنة ذهابا وإيابا بين المدينة المنورة وجدة، مدينة منورة وجدة. كنت أعيش في المدينة طالبا في الجامعة الإسلامية، وأهلي في جدة. أي والله. فكنت أرى هذا عجبا، حتى بعد السيارات الفارهة تتعطل، سبحان الله. وهذا جمل أيضا في مستوى السيارات الفارهة وقد تعطل. فبكت صفية بكاء شديدا، وأخبر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمل صفية قد برك. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، وبدأ يمسح الدموع بيديه الشريفتين من على خدها، وهي تزداد بكاء من الدلع ومن الولع برسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أكثر حنانا وأكثر عاطفة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهرها، وكأنه محرج من هذا الموقف، ينهرها صلى الله عليه وسلم ويشد عليها، فحتى أمر الناس أن يعني ينوخوا برواحلهم، فنزلوا جميعا من أجل صفية رضي الله عنها وأرضاها، من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ثم شعرت صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ في خاطره عليها، حيث طلب منها مرارا وتكرارا أن تسكت،
فلم تسكت، فكان منه أن وقع في نفسه شيء. فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة وقالت لها: إن رضيت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف أمنحك هذه الليلة. وكانت هذه الليلة هي من ليالي صفية رضي الله عنها وأرضاها. فضربت الخيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفترض أن تدخل عليه صفية لأنها ليلتها، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفاجأ بمقدم عائشة، فقال النبي عليه السلام: مهلا يا عائشة، إنها ليست ليلتك. وهذا من العدل، حتى لو كانت أحب النساء إلى قلبه، هذا من العدل. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليفارق العدل أبدا، إذ هو الذي أرسل بالعدل عليه الصلاة والسلام. فقالت له: أجل يا رسول الله، إنما ذلك هو فضل الله يؤتيه من يشاء، حدث من صفية كيت وكيد. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية، وقبل هذه الليلة مع حبيبته أم المؤمنين عائشة. لا تنسوا هذه القصص الجميلة، استفيدوا منها كثيرا في بيوتكم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا رؤيته في الجنة، بل قبل ذلك في الحوض على خير وعلى الطاعة والاستقامة، ولم نبدل ولم نغير عن هذه عليه الصلاة والسلام. أترككم في رعاية الله، وسوف نحاول أن نكمل هذه الرحلة المباركة الممتعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ذهابا وإيابا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. السلام عليكم.